صوت قاوم. هنا لبنان العربي، صوت الجماهير الشعبية. صوت قاوم. أسرانا بسجون الاحتلال، وبقول إنه مهما الظلم اشتد على شعبنا الفلسطيني ننسى، داخل فلسطين لابد ما يجي يوم وتفرق الشمس، شمس الحرية. أنا كفلسطيني عندي هم. إذا بحكي لك يمكن تقولي غريب، شو هو الهم؟ أنا عندي هم إني أموت بالمنفى. أنا رغبتي إني أرجع لبلدي، لفلسطين، ارجع لعكا، مش لاي بلد ثاني، مش لاي قريه ثانيه. وهذا طبيعي. كل قوانين العالم بتأيدني بهذا الشيء، لكن مشكلتنا امام الوضع العربي الراهن، الوضع العربي القذر اللي عم نعيشه. اعتقد ان الموضوع بعده مطول شوي، لكن رب العالمين وعدنا انه نحن كشعب فلسطيني رح نرجع لارضنا، وشعبنا رح يرجع، وربنا مع المظلوم ضد الظالم. بمناسبة هذا اليوم بوجه تحية للدولة اللبنانية اللي استضافتنا 66 سنة. 66 سنة استضافتنا، بصراحة الضيافة طولت. نحن هاي لسان حالنا كفلسطين. اولا انا بسجل موقف كفنان فلسطيني وكنائب رئيس الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين بلبنان. انا ضد التوطين، انا بدي ارجع على وطني. لكن بين قوسين اسمحي لي، بلبنان انا اتمنى ان يتم معاملتي كانسان. حقي الطبيعي اني اعيش بكرامه، حق الطبيعي انه الاقي فرصه عمل، حق الطبيعي انه اكون عندي ضمان صحي، حق اني اعيش بكرامه الى حين باذن الله عودتنا لارضنا اللي هي فلسطين، اللي هي حتى هذول الكلمتين مسجلين بالقران الكريم، اللي هي ثلث وطين، هي من ثلث وطين. فلسطين هي كلمة مقدسة، هي أرض الأجداد، هي أرض الأنبياء، هي أرض الرسل، هي أرض الرسل للمسيحيين وللإسلام. كنيسة القيام هي أهم معبد لكل المسيحيين في العالم موجود في القدس، وأهم مكان مقدس للإسلام هو المسجد الأقصى. فاللي معنى بتحرير فلسطين بهذا اليوم بقول بهذا اليوم التضامن بمعنى تحرير فلسطين ليس فقط الفلسطينيين وحدهم، بل كل الأمة الإسلامية، كل الأمة العربية، كل القوى المناهضة للظلم وللاضطهاد وللعبودية. انتهى عهد الرد. آن الأوان لشعبنا الفلسطيني أن يعود إلى أرضه. هاي القضية الاستثنائية هي قضية فلسطين، هي الهم. وأنا بسجل شكر اليوم لواحد من السياسيين اللبنانيين اللي سجل موقف قال أنا ضد التوطين، لكن أنا مع حق الشعب الفلسطيني إنه يرجع لأرضه ولوطنه. صوت قاوم. هنا لبنان العربي، صوت الجماهير الشعبية.